بنكمل في حكاياتنا، والنهاردة هتكون رحلتنا مختلفة شوية لأننا هنتكلم فيها عن قصة القاهرة الفاطمية وإزاي بدأت وإزاي تأسست وإمتى وإيه هي المنشآت المعمارية الموجودة فيها. بس قبل ما نعرف كل ده عزيزي المشاهد، محل الأول نتكلم عن الفاطميين اللي نجحوا في تأسيس دولة كبيرة في بلاد المغرب، وكانت عيونهم بتتطلع لمصر لأنهم عايزين يتخذوا منها مركز لدعوتهم وإقامة دولتهم الجديدة. استمرت الدولة الفاطمية في حكم مصر أكتر من قرنين، من 969 ميلاديا إلى 1171، وكان مذهب الدولة الفاطمية هو المذهب الإسماعيلي، وأراد العزيز أن يكون هذا المذهب هو المذهب الرسمي، فعمل على نشر دولته بكل ما استطاع. طيب مين اللي أسس القاهرة الفاطمية؟ يلا بينا نعرف. دخل القائد جوهر الصقلي مصر بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله عام 358 هجريا 969 ميلاديا، وكان بداية العصر الفاطمي في مصر. أسس عاصمة جديدة للخلافة الفاطمية وهي القاهرة، وهي العاصمة الرابعة لمصر الإسلامية بعد الفسطاط والعسكر والقطائع. كما أطلق على هذه المدينة اسم قاهرة المعز. طب ليه اتسمى كده؟ تعال هقولك. اتسمت كده نسبة إلى المعز لدين الله الفاطمي حينما دخل القاهرة بعد جوهر الصقلي، واعتبرها مدينته الأساسية الفاضلة وسميت نسبة له. أما تخطيط القاهرة وهو عبارة عن شكل مستطيل من 4 أضلاع يتوسطه شارع المعز، وفتح بسور القاهرة 8 أبواب بواقع بابان بكل ضلع، وهما باب الفتوح وباب النصر بالسور الشمالي، وباب البرقية وباب القلاطين بالسور الشرقي، وباب زويلة وباب الفرج بالسور الجنوبي، وباب سعادة وباب القنطرة بالسور الغربي. وكانت مدة البناء هي الطوب اللبن، وكانت مساحة المدينة 365 فدان. وجاء في المرحلة الثانية الأمير بدر الجمالي والي عكا ليساعد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي الذي وسع مدينة القاهرة. أما عن أشكال وتخطيط البوابات في القاهرة الفاطمية، فنرى أن باب الناصر مربع، وباب الفتوح نصف دائرة، وباب زويلة نصف دائرة، وهو عبارة عن برجين مصمتين كل برج يوجد به دركاه، وهذه الأبراج بارزة عن السور الخارجي، وبيصل بين البوابتين سور